تقييم لعيبة الزمالك قدام سيراميكا كليوباترا. محمد صبحي كان في أول ماتش مهزوز. في أول 3 دقايق كان تحس الكرة وهو جاي عليه الواحد بيخاف بيقلق منه. بعد كده طول الماتش بقى كويس، ما جالوش كور كتير بس كان كويس طول الماتش. فنديله 7 من 10. محمود بنتاج طول الماتش بيهاجم ويدافع، وطول الماتش طلعان عينه بيهاجم ويرجع يدافع تاني ويقطع من قدام الجون ويخش يدافع في جوه المنطقة يبقى سيرد باك. محمود بنتايج من احسن اللعيبه اللي شفتها في ماتش الزمالك النهارده، وبل يكون احسنهم كمان. فمحمود بنتايج 9 من 10. حسام عبد المجيد ما كانش في الفورم وما كانش احسن حاجه، مش حسام عبد المجيد اللي احنا متعودين عليه. تحسه كده دماغه مشغوله، مش عارف، مش مركز في الماتش، ما بيطلعش كوره حلوه، ما بيغطيش كويس. فحسام عبد المجيد تقييمه 4 من 10. الونش كان مركز طول الماتش، كان فايق طول الماتش، مركز صاحي، فنديله تقييم 6 من 10. عمر جابر ما ظهرش كتير طول الماتش، ما بانش كتير، كان مركز ان هو يدافع اكتر، فنديله تقييم 4 من 10. دونجا الصراحه ملوش شكل في الملعب، ما تحسوش نص ملعب بيدافع، ما بيعملش كوره صح لقدام ولا بيباص كوره صح. بس هنقيمه ونديله 4 من 10 لحد ما احمد ربيع يرجع ونشوف احمد ربيع في مكانه. محمد شحاته، انا مش عارف اقول ايه في محمد شحاته ولا في جمال محمد شحاته. ده احسن نص ملعب شفته بيلعب كوره وبيطلع بالهجمه وبيدافع وبيهاجم وبيعمل كل حاجه في الكوره. محمد شحاته نجم المباراه بلا استثناء، 10 من 10. عبد الله السعيد ما ظهرش كتير، كان بطيء في الحركه وبطيء في الباص، كان مهدي اللعب قوي، ما كانش ظاهر كتير، فنديله تقييم 4 من 10. شيكو بنزا لعيب عايز يثبت نفسه بسرعه. كل هجمه كان بيحاول يراوغ فيها، كل مره كانت بتتقطع بس كان بيحاول. والميزه ان هو كان بيحاول وعايز يثبت نفسه وعايز يثبت نفسه بسرعه قوي، بس هو مستعجل. ولو هدي شويه هنشوف لعيب جامد قوي، وشيكو بنزا له مستقبل مع الزمالك. فشيكو بنزا تقييمه 5 من 10. ناصر منسي كان بيحاول كتير، كان بيحاول يخش المنطقة كتير، كان بيحاول يسدد بس ما كانش عارف، كانت الدنيا متضيقة عليه. فناصر منسي نديله تقييم 3 من 10. ناصر بيه ماهر ده لعيب، لو لعبته في نص الملعب أو لعبته صانع ألعاب هتشوف منه لاعب جامد على الآخر. طول ما هو جناح مش هتلاقي منه فايدة. ناصر ماهر يلعب صانع ألعاب، ناصر ماهر جوه المنطقة احسن لعيب بينقل كوره واحسن لعيب بيلعب من نص الملعب. فلعيب هتلاقيه جامد من نص الملعب، هتحطه جناح مش هيديك. فناصر ماهر 9 من 10. مش عايز احكم على مدرب ولا عايز احكم على لعيبه دلوقتي، انا عايز اشوف فريق بيلعب كوره، عايز اشوف فريقي بيحاول، عايز اشوف فريقي بينسجموا مع بعض عشان نطلع احسن اداء ونطلع احسن نتيجه. فالزمالك لعب ماتش متوسط، مش لعب ماتش جامد ولا لعب ماتش واو، هو لعب ماتش متوسط عادي، ماتش نقول عليه كويس.